يا أهلاً. كلنا بتيجيلنا أفكار، وأوقات كتير الأفكار دي بتكون مجرد شخبطة وزحمة في دماغنا. النهاردة هنشوف مع بعض إزاي نحول الفوضى دي لمنتج حقيقي وواضح. يلا بينا نبدأ الرحلة دي سوا. يا ترى كم مرة جت لنا فكرة عظيمة بس حسينا إنها معقدة جداً، شبه المتاهة كده، مش عارفين نبدأ منين؟ لو الإحساس ده مألوف فده طبيعي جداً، بالعكس دي نقطة البداية لأي حاجة عظيمة. وهو ده الواقع بالظبط. أي فكرة عبقرية في بدايتها بتكون كده، شوية خطوط وخربشات ملهاش معنى واضح. الصورة دي بتلخص اللحظة دي تماماً، لحظة الإلهام الخام قبل أي تنظيم. طيب خلونا ندخل في أول مرحلة، فوضى الفكرة. أهم حاجة هنا إننا نتقبل الفوضى دي وما نحاربهاش، هي مش مشكلة، دي جزء أساسي وطبيعي جداً من عملية الإبداع. لو فكرنا في أي منتج ناجح بنستخدمه النهاردة هنلاقي إن بدايته كانت كده، مجرد ملاحظات عشوائية، أسهم طايرة في كل حتة وأفكار متلخبطة. الفوضى دي هي بالظبط بذرة الابتكار. تمام، اتقبلنا الفوضى، وبعدين دلوقتي جه الوقت اللي نبدأ ننظم فيه كل ده. دي أول خطوة حقيقية بنعملها عشان نفك التشابك ده ونحول الفكرة لواقع ملموس. وهو ده السؤال الأهم، السؤال اللي بيحير الكل. وسط كل الزحمة دي منين بالظبط نمسك أول الخيط؟ على فكرة الإجابة أبسط بكتير مما نتخيل. السر كله في 3 أسئلة بسيطة. أولاً، إيه هو الهدف الرئيسي من الفكرة دي؟ ثانياً، إيه هو الإجراء الأساسي اللي المستخدم المفروض يعمله؟ وأخيراً، النتيجة النهائية اللي عايزين نوصل لها. ال3 أسئلة دول هم المفتاح اللي هيفك كل العقد. وبمجرد ما نجاوب على الأسئلة دي بيبدأ التحول الحقيقي. الفوضى بتبدأ تتحول لخريطة واضحة، بنبدأ نرتب الفكرة في تسلسل منطقي خطوة ورا خطوة. الموضوع مش محتاج أي تعقيد، 3 أو 4 مربعات بسيطة وأسهم واضحة بتورينا المستخدم هيمشي إزاي. بالبساطة دي كل حاجة بتبدأ توضح، والفكرة اللي كانت مجرد كلام بتتحول لخطوات عملية. وهنا في نقطة مهمة جداً، الهدف من الخريطة دي مش إنها تكون مثالية أو تصميم نهائي، لأ، الهدف هو إننا نرسم طريق واضح نمشي عليه. ده الأساس اللي هنبني عليه كل حاجة بعد كده. ودلوقتي نيجي للجزء الأكثر إثارة في الرحلة كلها. إزاي الخريطة البسيطة دي، المخطط المبدئي ده، بيتحول لواجهة حقيقية ومنتج الناس تقدر تتفاعل معاه؟ هنا بقى بنشوف الإبداع. كل عنصر بسيط في الخريطة بتاعتنا ليه مقابل مباشر في المنتج النهائي. يعني المربع ده ممكن يبقى كارت بيعرض معلومات، والسهم ممكن يبقى قائمة أو لينك، والنص اللي بنكتبه بيتحول لزرار المستخدم بيدوس عليه. وهنا بنوصل لنقطة جوهرية. لما الخريطة بتكون واضحة، التنفيذ نفسه ما بيبقاش معجزة ولا حاجة، بيبقى مجرد عملية ترجمة وتحويل. بنحول كل خطوة في الخريطة لقطعة في المنتج النهائي. يعني لما نشوف المنتج النهائي بواجهته النظيفة والمنظمة، ده مش سحر، ده مجرد انعكاس مباشر لخريطة العمل الواضحة اللي اتعملت في الأول خالص. الوضوح هو اللي بيولد البساطة في النهاية. إذن إيه هو الدرس اللي ممكن نطلع بيه من كل ده؟ الموضوع بسيط وعميق في نفس الوقت. سر النجاح هو الوضوح. لما الخطة تكون واضحة كل حاجة بتبقى أسهل. الصورة دي بتلخص الرحلة كلها بشكل عبقري. بنبدأ من ملاحظات فوضوية وخربشات مش مفهومة، وبنوصل في الآخر لمنتج شغال وواجهة استخدام سهلة وبديهية. هي دي رحلة الوضوح. كتير بيفتكروا إن قوة المنتج في كمية الكود المكتوب أو تعقيده، بس الحقيقة اللي كتير بينساها هي إن القوة الحقيقية في وضوح وبساطة الخطوات اللي تبنى عليها المنتج ده. الطريقة دي في الشغل ليها اسم، المنهجية الواضحة. وببساطة معناها إننا نرسم خريطة كاملة لرحلة المستخدم وكل تفاصيل سير العمل قبل ما نكتب سطر كود واحد. شركات كتيرة ناجحة بتستخدم المنهجية دي عشان تبسط الأفكار المعقدة وتخليها سهلة على الناس. الفلسفة دي هي اللي بتتبناها الشركات اللي بتتقن فن تحويل الأفكار لواقع. المبدأ واضح، ابدأ بسيط، افهم الفكرة كويس قوي، وبعدين ارسم الطريق بوضوح. فإذن المعادلة كلها في النهاية هي خطوات بسيطة وواضحة بتتحول لفكرة منظمة، والفكرة المنظمة دي بتتحول لمنتج ناجح. والسؤال الأخير ده لكل حد عنده فكرة شاغلة باله، بعد كل اللي شفناه ده
يا ترى إيه هي أبسط خطوة ممكن أي حد فينا يبدأ بيها النهاردة عشان يحول الفوضى دي لخريطة واضحة؟ دايماً نفتكر أي رحلة عظيمة بتبدأ بخطوة واحدة، خطوة بسيطة وواضحة.